السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا عودة من جديد وعودة لشرح لتطبيق أرقام أمريكية لتفعيل الواتساب وتليجرام. طبعا عملاق التطبيقات يعود من جديد بعد انقطاع فترة. طبعا أصدقائي إن شاء الله رجعنا لكم فيديو رائع جدا. إن شاء الله الجميع راح يفعل على رقم للواتساب والتليجرام، أرقام وهمية. طبعا مجموعتنا على التليجرام أدعوكم للانضمام إليها، عم نوزع فيها أرقام مجانية بالإثبات مثل ما تلاحظوا. إن شاء الله كل ما عليك فقط تنضم للمجموعة. طبعا أنا كل يوم يومين عم بوزع فيها أرقام. طبعا نحن أصدقائي رح ندخل بالشرح على طول. أول شي نختار الخيار الأول، بعدين نعطي أذونات للتطبيق مثل ما تلاحظوا. هلا لا تقدم الفيديو مشان تنجح معك الطريقة. هلا رح يطلب منك جيميل، نسجل بجيميل الجديد ما يكون احنا مسجلين قبل فيه بالتطبيق. تمام، نحن هلا اخترنا جيميل عشوائي على التعيين، نحن مسجلين فيه بالجهاز. تمام، اول شيء نحن هون رح نكتب الاسم، ركز فيه خطوات مهمة صديقي. بعدين اسم المستخدم يعني اسم العائلة. بعدين هون نكتب اي جيميل عشوائي على التعيين ونعطي @gmail.com بهالشكل ونعطي على كلمة سيف. تمام، هلا نضغط على تحت ومثل ما تلاحظوا ظهر لنا الرقم، قبل ما كان يظهر لنا الرقم. هلا اصدقائي هذا هو الرقم نظامي. هلا اخذنا الرقم، هلا رح نروح نعمل له نسخ عن طريق الناسخ الشامل. انت فيك تكتبه كتاب ما في اي مشكله. طبعا جميع التطبيقات اسفل صندوق الوصف راح تكون صديقي. تمام، نحن راح ناخذ نسخ شامل بهالشكل. نعطي البدء الان ونعطي على النسخ شامل للرقم. أصدقائي اعمل لايك للفيديو وتعليق، ورح نعمل مسابقة على هذا الفيديو إن شاء الله. شروطها راح تكون في قناتي على التليجرام. هلا أصدقائي كل ما علينا فقط نعمل لصق. طبعا النداء راح يكون +1، نعطي على كلمة موافق بهالشكل وجاري الاتصال، وراح ننتظر راح نشوف ايش راح يعطينا. هلا اعطانا دقيقتين وشوي. تمام، طبعا راح ننتظر نحن حتى ينتهي الوقت عندنا ونرجع لكم. راح نشوف اذا وصلنا كود ولا لا. احيانا يجي كود تلقائي على التطبيق. طبعا ما اجينا هلا كود نظامي على التطبيق. هلا كل ما علينا فقط نحن ننتظر لحتى ينتهي الوقت. بعد انقضاء الوقت هلا نضغط على كلمة هل تحتاج الى مساعدة للحصول على الكود. نعطي على اتصل بي. تمام، وننتظر ثواني بس راح يجينا الاتصال على التطبيق. نفتح الاتصال بهالشكل ونتم بواجهة التطبيق. تمام أصدقائي، نحن المشكلة مشان ما تواجهك هلا راح يطلب منك رقم يقول لك للحصول على كود التفعيل تضغط على الرقم اللي طالبه منك. طبعا أنا طلب مني رقم 9، راح أضغط عليه بهالشكل وأستنى أنا لحتى يعطيني كود التحقق. تم بالواجهة شوي لأني بس طلعت من الواجهة ما راح يعطيك الكود، أو إذا جنبك جهاز سجل الكود مشان تدخلوا فيها الواتساب. هلا هيك مثل ما تلاحظوا هلا كتبنا الكود، نعطي سماح بهالشكل وتم الحصول على رقم مجاني 100% لواتس اب. تمام، نعطي على الاعدادات مشان اثبات مصداقية شرح 287 اخر الرقم، وراح نروح نتوجه للتطبيق وراح نطبقه. طبعا راح نطبق تطبيق الارقام الامريكية مثل ما تلاحظوا 287. هذا هو الرقم نظام 100% فيك تأكد منه صديقي. تمام، هلا كل ما علينا فقط نتوجه للتليجرام. طريقة استلام كود التليجرام شلون صديقي؟ تمام، هلا ندخل للتليجرام بهالشكل ونعطي على إضافة حساب. طبعا أنا هذا الرقم كمان آخذه من التليجرام طبعا من نفس التطبيق. نعطي على اللصق للرقم ونحذف الواحد ونعطي على التالي ونعطي نعم بهالشكل. تمام، ننتظر شوي. تمام، راح يعطينا واجهة بهالشكل، واجهة فارقة. نروح للتطبيق نلاحظ وصول كود. طبعا اصدقائي في احيانا اغلب الاحيان مو دائما انه ما بيصلك كود. تمام، هذا بيكون يعني انت وحظك. يعني الكود راح يصلك برسالة نصية. تمام، يصلك برسالة نصية. انا راح ادمج لك، احاول ادمج لك اياها في المونتاج. طبعا انا مفعل على الحساب هذا الثاني هلا صورته، مفعل عليه تليجرام نفس التطبيق. تمام، راح تصلك رسالة نصية محمل بكود التفعيل وبدون اي مشاكل. راح انت تنزل الكود وراح يشتغل معك نظام 100%. هذا تحديث للتطبيق بهالشكل هيك صار يشتغل. تمام، نحن التحديثات الجديدة بننزلها ان شاء الله اول باول. راح يجيك من فوق كود التفعيل يعطيك اياه برسالة نصية. تمام، ما يجيك في اتصال، رسالة نصية تحمل كود تفعيل على التليجرام. طبعا اصدقائي ما اجاني لحد الان كود التفعيل، ما في اي مشكلة. تعطي تعديل ترجع تنطي مرة تانية.
على إرسال. طبعًا أنت وحظك ممكن ييجي وممكن ما ييجي الكود، ولكن التحديث هذا بيصل الكود لأغلب الأرقام. لهون يكون انتهى الفيديو أصدقائي، السلام عليكم.